السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. فكرة النهاردة إن شاء الله بسيطة بس مهمة جدا، وهي إزاي نحتفظ بالجاتوهات والتورت عندنا. طبعا أوقات كتير بيجيلنا تورت أو جاتوهات أو إحنا بنشتريها وبتبقى كتيرة، يعني الأولاد بياكلوا منها شوية وبيبقى عندنا ما بنعرفش نعمل فيه إيه، وخصوصا في الصيف ما بيقعدش فترة طويلة، فترة صلاحيتها ما بتبقاش طويلة، بتبوظ بسرعة مننا. طب نعمل إيه؟ طريقة سهلة جدا ان احنا نخزنها في الفريزر بطريقة بسيطة جدا. انا بستعملها من زمان جدا وبطلعها من الفريزر بتطلع زيها زي الجاهزة بالظبط، ما بتفرقش اي حاجة. طبعا انا بعمل ايه؟ دي تورته مثلا مش هشيلها من الفريزر بالشكل الكبير ده، هتبقى كبيرة جدا. فاحنا بعد ما بناكل منها وناخد بقى اللي احنا عايزينه، بجيب بقى عندي علب اصغر. اهم حاجة تكون علبة بتتغطى، او لو العلبه ملهاش غطا بغطيها بالورق النايلون الشفاف اللي هو بتاع التغليف. بجيب انا علبه اصغر، يعني ممكن اجيب علبه زي دي كده، علبه برضو بتاعه تورته بس حجمها اصغر شويه، واحط فيها الكميه اللي باقيه عندي. لو انا ما عنديش دي ممكن لو حتت جاتوهات صغيره بجيب علب بلاستيك زي كده. اهم حاجه تبقى ارتفاعها يناسب الايه الكيك اللي عندي، عشان طبعا اعرف اغطيها. ممكن اجيب علبه زي كده لو هي التورته مش عاليه قوي او الجاتوه مش عالي قوي. في علب تانية علب عاليه زي كده، علب زي دي كده برضو بتتغطى وبتتقفل محكمه الغلق اهي. بقطع بقى التورته او الجاتوه اللي عندي لو هو قطعه متقطع جاهز، وبحطه عندي في العلب دي. وممكن في الاول بجيب الورق الشمعي ده او ورق الزبده اللي هو الخاص بالخبز، بجيبه عندي في الاول واحطه تحت في بقطع مثلا المقاس اللي انا عايزاه وبفرشه في العلبه عندي كده، عشان لما اجي اطلعها تطلع معايا بسهوله. وممكن نستغنى عن الخطوه دي لو انا ما عنديش الورق ده، مفيش مشكله، بس الافضل ان انا احطه، يعني بيسهل لي وانا بطلعها، وممكن ارفعه بسهوله كده، او ممكن ايه عشان ما يلزقش في العلبه، يعني لو فيها كريمه وكده. بس لو انا عايزه اشيلها سليمه بجيب لها علبه اصغر بقى على قد المقاس اللي انا عايزاه عشان ما تاخدش مكان عندي في الفريزر. لو انا حته قطع جاتوه متقطعه او انا هقطعها بحطها في علبه زي دي، وبقطعها عندي، بقطع التورته عندي بالشكل اللي انا عايزاه، او قطع الجاتوه احطها في العلبه وبحطها في الفريزر. وقبل ما ناكلها او قبل ما عاوزه استخدمها اقدمها للضيوف او اي حاجه، بطلعها قبلها مثلا بساعتين فبتهدى خالص وتفك من التلج، وبتطلع لي بنفس النتيجه وبنفس الجوده زي ما هي دلوقتي كده بالظبط. يعني انا مجرباها كتير على ضمانتي باذن الله. جربوها وان شاء الله هيبقى عندكم جاتوه في اي وقت محتاجينه، ممكن تشيليه لو عندك بزياده، هتستفيدوا قوي من الفكره ديت ان انت تشيليه فيها. زي ما انتم شايفين دي التورته بعد ما عدى عليها كذا يوم في الفريزر، شايفين هي اتجمدت معايا اهيت. طبعا انا مقطعاها اي تقطيعه بس عشان اوريكم الفكره، يعني انا مش مظبطاها قوي، بس شايفين اهي انا طلعتها هي جامده دلوقتي، بس حالتها زي ما هي شايفين. هسيبها بقى، بسيبها تفك كده ساعه او ساعتين، بترجع لي زي الفريش بالظبط كانها لسه معموله. الكريمه بتفضل بحالتها، عجينه السكر هتفضل بحالتها، الكيكه نفسها ما بيجرالهاش اي حاجه، وبتبقى طريه جدا وجميله جدا كانها لسه معموله. هنا عند التورته اهي بعد ما عدى ساعه، شايفين فكت خالص وكانها فريش. شايفين الكريمه اهي، الكريمه كانها فريش اهي، مش عارفه باينه في الكاميرا ولا ايه، اهي كانها فريش جميله خالص اهيت. والتورته نفسها اهي، الكيكه هي يا جماعه طريه خالص اهي كانها لسه معموله معايا اهي. انا هاكلها دلوقتي قدامكم، جميله جدا بصراحه. تخزين التورت والجاتوهات زي ما قلت لكم فكره جميله وعبقريه، وبتحل ازمات كتيره جدا. ولادك في اي وقت محتاجين تورته بقى ومحتاجين جاتوه، عندك طول الوقت طلعي لهم وريحي دماغك، مش كل شويه تعملي جاتوه، وجاهز عندك في اي وقت اهوت. وفكره جميله جدا ومفيده. ولو حسيتوا ان انتوا استفدتوا من الفيديو او استفدتوا من اي فيديو معايا على القناه، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتكتبوا لي كومنت. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو تاني وفكره جديده على قناه ابداعات ندى. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.